ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا بينا بقى نبدأ روتين النهارده. روتين النهارده هنعمل الاوضه بتاعه الاطفال، هي كانت متبهدله خالص. هنعمل بقى ايه؟ يعني تنظيفها عميقه كده. هنغير الفرش وهغسل السجاده وهغسل المروحه. انا صاحيه الصبح كده لا بيا ولا عليا، قلت عادي يعني هنضفها زي كل يوم كده وهكنسها وبتاع. لقيت ابني بقى دلق عليها العصير على السجادة. قلت ما بديهاش بقى، قومي اغسليها. وخلاص هتنشف على طول، يعني جو شمس وكده فهتنشف. بس وهغير الفرش. عندي انا هنا بنضف برضو المرتبة، يعني اما يكون مش نضيفة وبتاع بنضفها، بس هي نضيفة ما لقيتش فيها اي حاجة. ف مش هعمل فيها اي حاجة، يعني هي كده نضيفة. هغير بس الفرش وهنفضها كده وخلاص. شايفين المخدات برضو ما كانتش من الناحية اللي بتبقى ناحية الطرف وكده بتبقى عريانة وكده، فبس اي حاجة بتقع عليها فبقى فيها بقع. فقلت اغسلها بقى على طول كده، هغسلها. هغسلها في الغسالة. انا بحطها في الغسالة، بحط المخدات والخديات في الغسالة بيطلعوا نضاف جدا وما بيبوظوش بقى ولا اي حاجة، يعني زي ما بحطهم زي ما بطلعهم بصراحة، يعني مش بيكلكعوا ولا اي حاجة خالص. وبتطلع يعني نضاف. هنا بقى كنت شلت الفرش كله. شايفين المخدات يعني حالتهم صعبة جدا، قلت لازم اغسلهم بقى. وبرضو شلت روقت الارض كده وشلت الحاجات وحطيت في مكانها وشلت السجادة. هغسلها يعني المخدات والسجادة هغسلهم اول حاجة عشان يلحقوا ينشفوا، عشان ما يعني ما تعطلش وكده. شايفين اول حاجة حطيت المخدتين اللي هما الطوال حطيتهم في الغسالة، عشان الغسالة مش هتاخد يعني المخدتين والخداديتين، وعشان كمان ان هما ينضفوا. حطيت حطيت المخدات وقلت بقى الخديات ايه في دورة لوحدهم كده. وهنا روقت الكوميدينو برضو، والمفرش ده بحطه في الغسالة يتغسل برضو مع الحاجة، بيطلع نضيف برضو. وهنا غسلت السجادة. الأوضة دي يعني تعتبر أوضة أطفال، أوضة معيشة. أنا حاطة فيها بس السريرين وشاشة كده والمروحة والكومودينو. قلت عشان هي الأوضة مش كبيرة قوي، عشان ما اضايقش على نفسي ما احطش فيها الدولاب والتسريحة، احطهم في أوضة تانية. عشان كمان ابني يعرف يلعب وكده وما يتخبطش، يبقى فيه وسع وكده. وهنا بقى غسلت المروحة. خلع بقى، انا بخلعها خالص، يعني مش بغسلها كده وهي محطوطة، لا بخلعها. والريش والوش بتاعهم بغسلهم كده بالليفة على طول، وحبة صابون بيطلع يعني بترجع ايه نضيفة وتلمع، بس ما بتاخدش وقت خالص. شايفين بتنضف بسهولة ازاي؟ بصراحة انا المروحة كان بقالي شوية ما غسلتهاش، يعني حتى في العيد ما غسلتهاش، كانت نضيفة شوية فقلت اخليها. فكده خلاص بقى لقيتها جابت اخرها فقلت اغسلها. شايفين هي بصوا بتنضف بسرعة جدا، ما بتاخدش وقت خالص، فكان لازم ان انا اغسلها. بس اللي مشتركش في القناة بقى يشترك وفعلوا الجرس عشان يوصلوه كل الفيديوهات يعني اللي انا بنزلها. واكتبوا لي تحت رأيكم والكومنتات بتاعتكم وشجعوني كده، لان انا بتعب جدا في تصوير الفيديوهات بتاعت الروتين دي، والجو حر بقى فما اقولكوش. فشجعوني ولايكات كتير بقى. وبرضه مسحت اللي هو الجهاز بتاع المروحة نفسه، مسحته كده عشان ما ينفعش طبعا اغسله بالمية، فمسحته كده بحتة برضه ناشفة. وهنا كنت نفضت بقى الشباك والازاز والحتة اللي فوق الشباك وكده. وبس انا نفضت الحيطان كلها برضو بتاعة الأوضة والسقف وكله. ف فكده كل حاجة كانت تمام يعني، وكنست بقى الأرض، هكنس الأرض كلها. وعندي هنا بين السريرين برضو في حتة كده مسافة صغيرة، فبيقع فيها بقى مناديل وورق وكده،
فبحاول ان انا اطلعه بالمقشة. وهنا بقى سبت السراير نفضها في الاخر خالص يعني بعد ما نفضت الحيطان وكده. تحت السراير كنت عاملاه في العيد يعني ما فقلت ملحقش بقى وكده يتبهدل. فقلت مش مشكلة المرة دي، وابقى اعمله ان شاء الله يعني مرة كده. وهنا برضو غسلت الباسكت، بغسله برضو كده بالمية على طول والصابون بينضف. وبحطه كده يعني بعد ما بغسله بحط فيه حبة مية وديتول، بيبقى عشان يتعقم وبيبقى ريحته حلوة. وهنا بصوا شايفين بعد ما غسلت المروحة شايفين بتلمع ازاي. وهمسح بقى الأوضة. هنا حطيت المية وحطيت فيها اللي هو معطر الراديات ده، بجد بيخلي يعني الأوضة ريحتها حلوة قوي والريحة بتاعته بتثبت. هي يعتبر مش أوضة كبيرة قوي، صغيرة، فان هي ايه بتخلص بسرعة. هنا بصراحة يعني قعدت لي حوالي مثلا 3 ساعات كده عقبال ما مسحت وبتاع. قلت امسح قبل ما افرش على طول، كنستها وخليت المسح في الاخر. قلت عقبال ما السجادة تنشف والمخدات. هما ما خدوش وقت يعني، انا غسلتها الصبح فخدوا الشمس كلها ف نشفوا على طول يعني. هنا بقى فرشت السراير. شايفين بصوا المخدات نطفت ازاي، بجد يعني حاجة سحر كده. بحطها في الغسالة مش بتتبهدل خالص بقى، واللي تخاف ان هي تكلكع وكده هي ما بيحصلهاش اي حاجة يعني. جربتها كذا مرة على طول بغسلهم فبيطلعوا يعني ما شاء الله زي ما هما. شايفين فرشت اهو السجادة والمفرش ده برضو حطيته في الغسالة اتغسل مع الخداديات. طلع برضو نضيف جدا. ده مطرح برضو الكوبايات، وبرضو ما يلوي عليه اي حاجة بيبقى مش نضيف يعني. بمسحه بحتة بس لما بيجي في اخره بقى بروح حاطاه في الغسالة بيطلع زي الفل بصراحة. ودي كانت الأوضة بعد ما فرشتها. ويا رب يكون روتين النهاردة عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان تشوفوني ان شاء الله في روتينات اكتر. وبس قوموا كده تشجعوا وكله يعمل اللي وراه. دي بقى اللحظة اللي بتدخل قلبي في الاخر خالص يعني. دي بقى ايه، احس ان انا نضفت كده وبس.